بتحب شيرين رضا أكتر من عمرو دياب، وعندها طيف من أطياف التوحد. ذكية جدا وعارفة هي عايزة إيه، وكل ظهور ليها بيقلب السوشيال ميديا. مين هي نور عمرو دياب، وهل علاقتها بأبوها مضطربة؟ أنا ما باكلش فراخ ولا لحمة ولا سمك ولا أي حاجة ولا بيض ولا جبنة، كله فيجن. Is it me? Am I the drama? I don't think I'm the drama. Maybe I am. Am I the villain? I don't think I'm the villain. فلما خلفت نور كانت هي حياتي كلها. نور عمرو دياب هي البنت الكبيرة للهضبة عمرو دياب من طليقته الفنانة شيرين رضا. يعني أبوها واحد من أهم وأكبر نجوم الوطن العربي، وأمها كمان موديل وفنانة معروفة من زمان. لكن زي ما احنا عارفين عمرو دياب وشيرين رضا انفصلوا بدري. نور اتولدت سنة 1990، وده معناه إن عندها حوالي 35 سنة، وهي من الناس اللي ما بتحبش الشهرة قوي، على الرغم من إن الشهرة حواليها في كل مكان. ده أبوها عمرو دياب، وعلى الرغم من إنها بنت عمرو دياب إلا إن ده باين في أسلوب حياتها. يعني عمرنا ما شفناها داخلة الوسط الفني ولا بتحاول تركب الترند، بالعكس تماما هي بعيدة كل البعد عن الأضواء وما بتحبهاش. وده على عكس ولاده التانيين زي ما انتم ملاحظين، سواء جانا أو كنزي أو حتى عبد الله، من زمان وهم عندهم أكاونتس على السوشيال ميديا وبيحبوا الظهور. Hi, my name is Abdallah Diab. Hi, I'm Jana. Hi, I'm Kinsey. ومنهم اللي بيحب يغني ودايما بينزلوا صور من خروجاتهم، ده غير اننا بنشوفهم في حفلات عمرو دياب. ما تحسش ان ولاده التانيين بيخافوا من الشهرة ولا الأضواء. نور بقى عاشت أغلب عمرها في إنجلترا وتحديدا في لندن، فضلت هناك سنين طويلة، درست هناك واشتغلت كمان هناك، واشتغلت فترة في الفاشن والستايلينج، وكانت دايما بتحب التصوير وتنسيق اللبس، وعندها ذوق مميز ومختلف جدا في اللبس. الستايل بتاعها عموما بعيد شوية عن البنات العرب، ورغم ان الناس دايما بيحبوا يقارنوا ما بينها وما بين اخواتها من ابوها زي جانا وكنزي وحتى عبد الله، بس هي دايما ماشية في طريق مختلف خالص. زي ما قلت لكم، ما بتحبش الظهور الكتير وما بتشاركش في حفلات ولا بتروح مناسبات عامة كتير. اللي ممكن نقول انها بتعمله شوية انها بتطلع لايفات على انستجرام، بتتكلم فيها مع الفانز بتوعها وبيحسوها قد ايه هي تلقائية وطبيعية، وده سر حبهم ليها. ومن الحاجات اللي كشفت نور عنها بنفسها انها عندها حالة صحية معينة اثرت على بصرها، وقالت قبل كده انها شايفة نص الرؤية بس، وانها بتستخدم عدسات خاصة علشان تشوف. كمان اتكلمت بصراحة انها مصابة بطيف من التوحد، وكمان شيرين رضا اكدت الموضوع ده، وده خلى ناس كتير تحترم نور لانها بتتكلم عن حاجات كتير الناس بتخبيها. عندها حاجة اسمها أسبرجر. الأوتيزم ده توحد. الأسبرجر اللي هو ليفل قليل من التوحد، بيبقوا very intelligent. ودلوقتي هنتكلم عن علاقتها بأهلها. فأول ما نور ظهرت على انستجرام قالت إنها بتصرف على نفسها، وإن مش شيرين رضا أو عمرو دياب اللي بيصرفوا عليها، وقالت إنها بتشتغل وبتعتمد على نفسها. هل والدها بيصرف عليها ولا هي بتعتمد على نفسها وهي في عيشتها في لندن؟ هي بتعتمد على نفسها. بعد ما خلصت دراسة؟ من بعد ما خلصت. مين كان بيصرف عليها في دراستها؟ بابا وأنا. ما بيصرفش على بنته؟ يعني هو احنا مش قادرين ان احنا نصرف عليها؟ اكيد قادرين يعني طبعا. اذا كان انا او اذا كان هو. البنت لازم تعتمد على نفسها. والظاهر قدامنا انها بتحب مامتها جدا، دايما في صور ليهم، ساعات بيطلعوا لايفات مع بعض، والصور دي بتكون في مصر او في لندن، وبتتكلم دايما عن امها بكل حب وامتنان. بالنسبه لعمرو دياب فهي اكيد بتحبه، بس يمكن ده مش واضح قوي، مش واضح ان علاقتها بيه قويه او قريبه، ويمكن ده راجع لانها ما عاشتش معاه. بس لو افترضنا الافتراض ده، طب ما باقي اولاده ما عاشوش معاه برضه، بس بنشوفهم كتير في حفلات عمرو دياب وبيطلعوا معاه على المسرح. اشمعنى نور لا؟ هي بصراحه طول عمرها ما اتكلمتش عنه كلمه وحشه، ودايما بتتكلم عنه بكل احترام، ما عدا اخر مره بس في العرض الخاص لفيلم في عز الظهر بتاع شيرين رضا. نور اللي كانت ماشيه هي وصديقها، الجمهور التف حواليها وخصوصا الصحفيين، وابتدوا يتكلموا معاها ويسالوها اسئله كتير، وده اللي خلاها تتوتر. قالوا لها منوره الدنيا يا نور، ده اول ظهور اعلام ليكي صح؟ قالت لهم ايوه، بس ده كتير قوي. فقالوا لها الناس كانت بتقول انك ما بتتكلميش عربي كويس، بس طلعتي بتتكلمي كويس. قالت لهم لا، انا بتكلم عربي كويس جدا ومصريه كمان. قالوا لها طبعا بنت عمرو دياب السوبر ستار. قالت لهم لا، انا بنت شيرين رضا. معلش بس يا جماعه، في ناس هتقول انها قالت لا وبنت شيرين رضا، هي قالت لا، انا بنت شيرين رضا. عمرو دياب كان سوبر ستار للوطن العربي وبنت شيرين رضا. هي قالت الجمله دي والدنيا اتقلبت من هنا. الجمله كانت واضحه جدا وبتؤكد ان العلاقه ما بينها وما بين ابوها متوتره. هي حتى ما قالتش وبنت شيرين رضا، قالت لا بنت شيرين رضا. فالناس على السوشيال ميديا كلهم اتكلموا وقالوا ان اكيد علاقتها بابوها متوتره، ان كان ما فيش علاقه اصلا. ولحد دلوقتي ما فيش اي رد فعل من نور او شيرين رضا على الموضوع ده. ومن كام سنه اعلنت نور خطبتها لشاب اسمه كيران بريطاني الجنسيه، وقالت عنه انه بيحبها وبيحترمها جدا، كانت دايما بتتكلم عنه في اللايفات بطريقه لطيفه. ثم من فتره قريبه جدا اعلنت نور انها فسخت الخطوبه، وعرفنا انها رجعت مصر وخلاص مستقره فيها. وفي ظهورها في مصر سواء على الانستجرام او في الحياه الحقيقيه، كانت دايما نور مع الشاب ياسين رشدي، ياسين اللي بيشاركها في مدرسه الرقص اللي مؤسساها. والعلاقه ما بينهم احنا مش قادرين نحدد هم اصدقاء ولا مخطوبين، بس اغلب الظن كده يعني انهم
هيتخطبوا قريب. وزي ما قلنا نور ليها 3 اخوات من ابوها الهضبه عمرو دياب، جانا وكنزي وعبد الله، ودول ولاده من زوجته السابقه السعوديه زينة عاشور. رغم انهم اخوات من ناحيه الاب بس، الا ان كل واحد فيهم عايش في بيئه مختلفه، وده باين شويه في طبيعه علاقتهم ببعض. جانا وكنزي وعبد الله اتربوا مع بعض، لكن نور اتربت مع شيرين رضا، وبعد كده سافرت لندن، فده خلى التواصل ما بينها وما بين اخواتها مش دايم. بس برغم البعد في علامات بتاكد ان العلاقه ما بينهم كويس، بالعكس يمكن العلاقه مش قريبه جدا لكن فيها ود. كنزي بتعلق لنور ونور بتعلق لكنزي وجانا، وده بياكد ان العلاقه ما بينهم كويس. نور نفسها قالت في لايف قبل كده ان العلاقه ما بينها وما بين اخواتها كويسه جدا حتى لو مش بيتقابلوا كتير، ووضحت ان ده بيكون بسبب البعد الجغرافي ما بينهم، يعني مفيش مشاكل ما بينهم لكن في نفس الوقت مفيش العلاقه الاخويه القريبه قوي، وده بيكون طبيعي جدا لما في حاله زي الحاله دي العيله متقسمه وعايشين في دول مختلفه. كمان شيرين رضا بتتكلم عن باقي اولاد عمرو دياب بطريقه كويسه جدا، وبتقول ان علاقتها بيهم كويس. فنور نفسها دايما بتقول انها بتحب تكون مستقله. كمان شيرين رضا رجعت قريب اتسالت عن موضوع ان هما مش بيصرفوا على نور، واللي كانت نور قالته قبل كده في لايف من اللايفات. فشيرين رضا قالت ان ده كان زمان، لكن حاليا نور رجعت مصر وانها بنتها وحبيبتها وان كل فلوسها ليها، فهي لازم تشتغل وتعمل فلوسها. طبعا فلوسنا كلنا هتروح للعيال في الاخر. لكن في الاول نور كانت حابه تسافر وتعتمد على نفسها، وان ده كان قرارها اصلا. نور عمرو دياب اللي خدت شهره ما ساعدش ليها، واكيد السبب الاول انها بنت عمرو دياب وشيرين رضا، لكن يمكن كمان سبب شهرتها بعد كده ان شخصيتها مختلفه وجريئه، وعندها رساله في انك تكون زي ما انت وتحب نفسك زي ما هي، وده خلى ناس كتير تحبها وتتابعها. لكن احنا هنفضل فتره شايفين ان العلاقه بين نور وعمرو دياب متوتره جدا بسبب اللي قالته. فتفتكروا ايه السبب انها قالت كده؟ وهل فعلا ده معناه ان العلاقه ما بينهم متوتره؟